طيب خلينا نبدأ ونتكلم ببداية خالص. أنا علشان أكلم الكمبيوتر يعمل تاسك معين، تمام، محتاج إيه؟ قول يا معتصم. وأنت قاعد. محتاج ان انا اكتب له اوامر عشان يدرسهم اللغه العربيه. حلو، محتاج إن أنا أكتب له أوامر أو sentences، جمل، علشان يعمل instruction معينة أو تاسك معين. طب سؤال، لغات البرمجة دي هي برضه human readable، يعني هي قريبة من لغة البشر، فيها حروف وأرقام. هل الكمبيوتر بيفهم الحروف والأرقام دي؟ قولي. هو مش بيفهم الحروف والارقام، بس احنا لما بنرن الكود مثلا او نكتب امر ما هو بيتغير ل 0 1 لغه الكمبيوتر حلو، عشان يبقى اللغه اللي بيفهمها السي بي يو عندي البرين بتاع الكمبيوتر هو مين؟ هو السي بي يو. فاللغه اللي بيفهمها السي بي يو عشان ينفذ الانستراكشن اللي جايه له دي هي الزيرو وال1، صح؟ طيب انا بكتب له كلام زي كده، مثلا بقول له اكس بتساوي 5 واي بتساوي 10 برنت اكس بلس الواي، صح؟ طيب انا كده كاتب كلام انجلش، كاتب فيه رموز، فيه سيمبلز. هو مش هيفهم السيمبلز دي ومش هيفهم الرموز دي. في حاجه اسمها الكومبايلر والانتربريتر، هي اللي بتحول الكلام بتاعي اللي انا بكتبه ده، بتحوله للغه يفهمها السي بي يو. يبقى انا عندي حاجه اسمها كومبايلر، حاجه اسمها انتربريتر. طيب البايثون شغال على ايه؟ طيب ايه معنى الانتربريتر وايه معنى الكومبايلر؟ قول يا طه. الكومبايلر هو بياخد الكود كله كباكج وبيبدا ان هو يترجم، لكن الانتربريتر بيبدا يترجم سطر سطر، ولو وقف بيوقف في السطر ده. طيب هو مش بس بيترجم، هو كمان بينفذ. بمعنى لو انا جيت دلوقتي هنا، احنا عارفين ان البايثون شغال على الانتربريتر، تمام؟ لو جيت وقلت له هنا اكس ب 5 واي ب 10 برنت اكس بلس واي، بعد كده قلت له واي بزيرو وقلت له برنت الواي، بعد كده قلت له برنت اكس على واي. طيب في الكومبايلر منطقيا اول ما يجي يرن الكود ده كده هيديني ايرور. ليه؟ عشان انا بقسم على زيرو. طيب لو انا جيت رنيت هنا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ اول حاجه عمل متغير اسمه اكس، بعد كده متغير اسمه واي بيمشي لاين باي لاين، سطر سطر. بعد كده طبع اكس بلس واي اللي هي 15. بعد كده جه راح حط ايه؟ عمل اساينمنت تاني للواي بكام؟ بزيرو. بعد كده طبع الواي اللي هي بزيرو. جه يطبع اكس على واي، حصل ايه؟ زيرو ديفيجن ايرور. يبقى هو بيرن لاين باي لاين. ده كده شغل الانتربريتر. لكن الكومبايلر ما بيشتغلش كده. الكومبايلر لو في اي خطا عندك، حتى لو سنتكس ايرور، لو الكومبايلر بيضرب مره واحده ما بيرنش اي حاجه، لكن الانتربريتر يقعد يرن 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 لحد ما يظهر الايرور اللي عندك. خلاص؟ الكومبايلر اسرع من الانتربريتر، لغات زي السي بلس بلس اسرع من البايثون. لكن مش كل حاجه معتمده على السرعه بس، لا، في سرعه، في السكيورتي، في البرفورمانس، في كذا حاجه تاني. الكابابيلتي والفانكشناليتي اللي ممكن تعملها البايثون اكتر بكتير من اللي بيعملها السي بلس بلس. خلاص؟ طيب ابسط حاجه ممكن اتكلم فيها ان انا بستخدم البايثون في الماشين ليرنينج والاي اي، ما اقدرش استخدم السي بلس بلس. وصلت؟ طيب ايه اللي انا محتاجه علشان ابدا ان انا اتعلم لغه البرمجه اللي هتاهلني ان انا اشتغل بقى ماشين ليرنينج واي اي؟ اول حاجه محتاج ان انا اعرف حاجه اسمها الفاريبلز. يعني ايه فاريبلز؟ يعني ايه متغيرات؟ يعني مكان قولي. هو الكونتينر او الوعاء بتاعي اللي بحط فيه حاجه، تمام؟ الازازه دي لو حطيت فيها ميه بقت فيها ايه دلوقتي؟ بقت ازازه ميه. حطيت فيها عصير بقت ازازه عصير. نفس الفكره، لو قلت اكس ده هو الازازه، لو قلت له اكس بتساوي 5 كده بقت في الاكس انتجر، صح؟ رقم صحيح. لو جيت قلت له اكس بتساوي 5.5 كده بقى فيها فلوت. لو قلت له اكس بتساوي هلو كده بقى فيها سترينج. لو قلت له اكس تساوي سي كده بقى فيها كاركتر، صح؟ يبقى هو الكونتينر اللي بيتشكل عندي بالقيمه اللي انا بحطها جواه. يبقى هنا المعادله بتاعت الفاريبل الفار بيساوي فاليو. يعني ايه فار بيساوي فاليو؟ يعني اي متغير انت تعرفه لازم احط جواه
فاليو. خلاص؟ طيب ايه انواع المتغيرات اللي عندي؟ زي ما احنا قلنا عندنا ايه؟ عندنا الانتجر، عندنا الفلوت، عندنا الديسيمال. يعني ايه ديسيمال؟ يعني برضه رقم كسر بس رقم كبير شويه، يعني ممكن يكون بعد العلامه رقم كبير. طيب وبستخدمه في العمليات الحسابيه، بحسب بيها السالري مثلا، لما احسب ماني اماونت، اي حاجه فيها ارقام فلوس بستخدم فيها الديسيمال مش الفلوت. تمام؟ طيب عندنا السترنج. يعني ايه سترنج؟ يعني نص او حروف. طيب السترنج دي عباره عن حاجه اسمها ليست اوف كاركتر. يعني ايه ليست اوف كاركتر؟ يعني ايه ليست اصلا؟ كونتينر بيحتوي على مجموعة. لما اقول لك الليست بتساوي ايه، هتقول لي والله ان انا ممكن احط مجموعه من المتغيرات مع بعض في كونتينر واحد، صح؟ واقدر ان انا الف على القيم اللي جواه. عندي شنطه فيها 15 قلم، غير لما اقول ان في جيبي في قلم واحد. انا عندي كونتينر بيشيل 15 قلم، دي اعتبرها ان هي ليست. طب هل الليست عندي بتشيل نوع واحد بس؟ يعني انت في الشنطه بتاعتك بتحط اقلام بس؟ لا، انا بحط اقلام، بحط كشاكيل، بحط اللابتوب بتاعي، بحط الشاحن بتاعي، بحط مناديل، بحط محفظه، بحط فلوس، بحط كل حاجه. فالليست عندي مش اساسي ان هي تكون تحتوي على عنصر واحد بس، لا، ممكن تبقى بالشكل ده. خلينا نعرف الليست. اقول ليست 1 بتساوي تعريف الليست، يبقى القوسين المفتوحين دول. تمام؟ واقول والله 1 2 3 كوما هلو، حطيت فيها سترينج، كوما حطيت فيها كاركتر، كوما حطيت فيها فلوت، كوما حطيت فيها ترو. يعني ايه ترو؟ بوليان فاريبل. بوليان هو يا يا لا، يا صح يا غلط، يا زيرو يا 1، يا ترو يا فولس. فالليست عندي ممكن تشيل اي حاجه، ممكن كمان اخليها تشيل كمان ليست ثانيه جواها، 1 2 3 4 5. يبقى انا كده عندي في الليست دي عندي ارقام، عندي حروف، عندي نصوص سترينج، عندي فلوت، عندي بوليان، وعندي ليست جوه الليست. ممكن كمان احط جواها تيوبل. والتوبل زيه زي الليست بيشيل برضو قيم مش من نفس النوع، لكن ما اقدرش اعدل عليه بعد ما كريته. يعني وانس ان انا كريت التوبل ما ينفعش ان انا احذف منه حاجه او ان انا اضيف عليه حاجه. خلاص؟ طيب تعال نرن دي كده واجي اقول له هنا ليست 1 طبع لي القيم اللي جواها. علشان اوصل او اعمل اكسس لاي عنصر داخل الليست عندي بوصل بحاجه اسمها الاندكس. يعني ايه اندكس؟ يعني رقم العنصر. تمام؟ زي الكتب لما نحطها في مكتبه، انا الترتيب بتاعي بيبدا من زيرو. لما اقول لك هات لي الكتاب رقم زيرو يبقى انا عارف المكان ده او الكتاب ده على الرف ده. هات لي الكتاب رقم واحد يبقى الرف ده. هات لي الكتاب رقم اثنين يبقى الرف ده. يبقى لما اجي اقول له هنا هات لي ليست 1 اوف الزيرو، هيرجع لي ايه؟ رجع رقم واحد. طب عايز اخر عنصر يبقى احط ماينس واحد. ماينس واحد دي معناها ان لسه تمشي من اليمين للشمال بدل ما تمشي من الشمال لليمين. تمام؟ طيب لو قلت هنا ماينس واحد طلع لي ايه؟ طلع لي التوبل بتاعي. طيب لو عايز اعمل حاجه اسمها سلايسنج. يعني ايه سلايسنج؟ قول. هاخد جزء كبير يعني مش عباره عن اكس واحد، يعني اكس. حلو. لو انا عايز اخد جزء معين، انا عندي بيتزا عايز اخد منها سلايس. تمام؟ فانا عايز اخد جزء من الليست، مش كل الليست ولا عنصر واحد، انا عايز اخد جزء منها. بعمل حاجه اسمها سلايسنج. فبقول له خد من اول زيرو لحد 5 مثلا. تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ طبع لي 0 1 2 3 4. الزيرو انكلود معايا والخمسه اكسكلود. يعني ايه اكسكلود؟ يعني مش متضمنه معايا، ما باخدش القيمه بتاعتها، لكن في النهايه بيرجع لي من 0 ل 4. يعني كام عنصر؟ يعني 5 عناصر. طيب لو شلت الزيرو من هنا ورنيت هي مفيش اختلاف، لان هو باي ديفولت لو انا ما اديتوش البيجننج بيبدا بزيرو. اديته البيجننج خلاص هيعتبرها. ممكن اقول له ابدا من واحد، مش شرط من زيرو، فهيجيب لي من اول الاثنين لحد السي. تمام؟ طيب لو قلت له كده هيجيب لي من اول واحد لحد الاخر. لو قلت له كده
هيجيبها كلها. خلاص؟ طيب لو عايزها معكوسه احط ماينس 1 ازاي؟ في حاجه عندي اسمها الستيب. لو انا جيت انا قلت له من 0 ل 5 والستيب بتاعتك ب 2، ايه اللي هيحصل؟ في كل مره بيجامب بايه؟ بيجامب ب2 مش بيجامب ب1. خلاص؟ طيب معنى كده انا جيت قلت له هنا هات لي كل الليست ماينس 1، عمل ايه؟ عمل ريفيرس او عكس للليست اللي معايا. خلاص؟ ادي اخر عنصر عندي كان التوبل، جابوا لي اول ايه؟ جابوا لي اول واحد، واول عنصر كان الواحد عندي جابوا لي ايه؟ اخر واحد. طيب الله أكبر. قول يا صاحبي تاني. لو عايز اعمل ريفيرس لاي ليست عندي، فانا عندي ان حاجه اسمها الستيب اللي هي مقدار القفزه بتاعتي من كل عنصر والتاني. تمام؟ طيب باي ديفولت هي بتبقى بواحد. لو انا زودتها 2 فهو كده بيعدي عنصر ما بياخدهوش، زودتها 3 بيعدي عنصرين. طيب لما انا دلوقتي عايز اقول له هات لي الترتيب بتاعك بس بالمعكوس بالمقلوب، لما اقول له ماينس 1 هنا بقول له روح هات لي كل الليست بتاعتك بس ايه؟ بالعكس. ابدا منين؟ ابدا من ماينس 1. ماينس 1 عنده هنا فين؟ اللي هو التوبل ده اللي هو 1 2 3 4. خلاص؟ طيب لو انا جيت عايز اضيف عنصر على الليست فاقول له ليست 1 دوت ابند، فانكشن اللي اسمها ابند دي اللي انا بضيف بيها اي عنصر، ولما بضيف عنصر بيتضاف في اخر الليست. لو جيت انا قلت له، وانا اول حاجه قلت ليست 1 هنا هتبقى معكوسه ولا معدوله؟ زي ما هي. ليه؟ لان انا هنا التغيير اللي عملته هنا تغيير لحظي، انا ما خزنتهوش. لو قلت هنا ليست 1 بتساوي ليست 1 انفيرس، ساعتها لما اجي اقول له ليست هنا هيجيبها لي معكوسه. لكن لو انا عملت تغيير ما سجلتهوش داخل متغير مش بيتحفظ، التغيير اسمه تغيير لحظي. خلاص؟ طيب لو انا جيت انا قلت له ليست 1 دوت ابند للخمسه مثلا، لو قلت له هنا ليست 1 ضاف لي الخمسه كاخر عنصر. طيب لو انا عايز اضيف الخمسه دي بس اضيفها بعد التوبل ده، انهي فانكشن بستخدمها؟ ايه؟ الانسيرت. فاقول له ليست 1 دوت انسيرت، هديله الاندكس واديله القيمه. اول حاجه بتبقى الاندكس، اللي بعدها تبقى القيمه. تعال نشوف كده. لو قلت له هنا ليست 1 ضافها لي فين؟ الاندكس رقم 1. وصلت؟ يبقى فانكشن لو انا عايز اضيف اي عنصر وخلاص داخل الليست بحيث يتضاف في الاخر ابند. لو عايز اضيف عنصر في ترتيب معين تبقى انسيرت. طيب يبقى اول حاجه لازم تعرفها هي الفاريبلز. طيب في ايه تاني انواع من الفاريبلز؟ لو قلت لك مثلا اكس بترو دي كده بوليان، اف اكس برنت هلو. ايه معنى اف اكس دي؟ هو انا لازم لما اعمل كونديشن على الاكس ان هي بترو او فيها قيمه لازم اكتب اف اكس ايكوال ترو؟ لا، بمجرد لما اقول له اف اكس هنا الكونديشن يتفهم ايه؟ ان هل الاكس دي فيها قيمه ولا لا؟ هنا في الكود ده المفروض يطبع لي هلو. ليه؟ لان الاكس بترو، ترو يعني فيها قيمه. طب لو قلت الاكس فولس مش هيطبع لي حاجه. ليه؟ كاني في الكونديشن هنا بقول له هل الاكس فيها قيمه وقيمه صحيحه، يعني واحد سترينج نمبر اي حاجه ما عدا الزيرو وما عدا الفولس، تمام؟ وما عدا النل. عارفين ايه هي النل؟ النل فاليو. يعني ايه نل فاليو؟ يعني ولا حاجه، انا مش هحط حاجه اصلا في الفاريبل ده، تمام؟
طيب لما اجي اقول له هنا واي بتساوي نون، اف ان الواي برنت هلو، هيطبع لي هلو ليه؟ لان الواي بنون. طيب لو قلت الواي بتساوي نون اور ترو، ايه اللي هيحصل بقى؟ واي بتساوي نون اور ترو، ودي تركايه ما اعتقدش ان حد اتكلم فيها معاكم قبل كده، حته ان انا اقول متغير بيساوي كذا او كذا هيطلع ايه؟ هيطبع معانا هنا بيقول لو الورد دي بتاخد هنا الحاله دي ترو فهيحصل عادي. طب تعال نجرب. طبعا الاور والاند، الاند لازم الشرطين يكونوا متحققين. الاور بستخدمه اكتر في الفاريبلز بشكل زي كده، لو قلت له نون وترو هيروح يفاضل ما بين مين؟ ما بين القيمه اللي فيها ترو. خلاص؟ طيب لكن لو جيت قلت له مثلا 3 اور 5 هيحط لي كام؟ استنى يا اسمع 3 ولا 5؟ خليني اقول له هنا برنت الواي، طبع لي الثلاثه. 3 زي الخمسه زي السبعه زي التسعه هي مش نال فاليو ومش فولس، فبالتالي لو اول كونديشن اتحقق صح ورجع قيمه مش شرط ان هو يخش في الكونديشن الثاني ده في الاور. تمام؟ طيب يبقى مش شرط عشان الخمسه اكبر يحط لي الخمسه بدل الثلاثه، لا هو اول قيمه هيقابلها صحيحه ترو مش فولس ومش نال هياخدها ويحطها في المتغير. خلاص؟ ودي بستخدمها لو انا شغال، لو انا خايف ان الحاجه اللي بترجع لي دي داتا ممكن ترجع لي داتا فاضيه. يعني مثلا بلف على جدول طلبه وجدول الطلبه ده وارد يرجع فاضي فيرجع لي بنن، وانا بعمل عمليه حسابيه فبقول له يا اما ترجع لي اللينس بتاع الستودنت ده اور رجع لي زيرو ما يرجعليش نن. وصلت؟ الاثنين واحد، انا ما عنديش حاجه اسمها نل كفاريبل في او كفاليو في البايثون، عندي نل. تمام؟ النل هي النل، بس ما اقدرش ان انا اقول هنا الاكس بتساوي نل، ما عنديش حاجه اسمها نل، ما عنديش حاجه اسمها نل. البديل ليها عندي النن، والنن هي النل. النل دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الجافا سكريبت. خلاص؟ لكن هي نفس المعنى، معناها ان دي مش واخده حاجه ودي مش واخده حاجه. طيب خلصنا من الفاريبلز، نخش على حاجه اسمها الايه؟ الاند والاور. طيب لو قلت اكس بتساوي 5 واي بتساوي 10 اف ان الاكس اكبر من الاربعه اند الواي اصغر من التسعه برنت ام ان. تعال نبص للكونديشن ده. اول حاجه الاف ستيتمنت او الكونديشن ستيتمنت معناها ان انا عايز احقق شرط معين عشان انفذ الكود اللي جواه. يعني انا دلوقتي هروح المدرسه لو العربيه بتاعتي او الموتوسيكل بتاعي شغال، غير كده مش هروح. يبقى الشرط الاساسي عندي ايه؟ ان العربيه او الموتوسيكل يكونوا شغالين، صح؟ هتروح المدرسه لو اللاب بتاعك شغال، هتروح المدرسه لو صحيت بدري. وفي كونديشن معين انت بتحطه وتقول لو انا صحيت بدري هروح المدرسه. شايفين كلمه لو دي هي الاف كونديشن بتاعتي. فانا بقول له هنا اطبع لي اي ام ان لو اكس اصغر من 4. طب هل اكس اكبر من 4؟ سوري، اكس اكبر من 4. هل اكس اكبر من 4؟ حلو. بس كلمه اند هنا خلت انا بقول ايه؟ لازم تكون اكس اكبر من 4 والواي اصغر من 9. يعني انا حاطط شرطين مش شرط واحد. الشرط الاولاني ان يكون العربيه شغاله، الشرط الثاني يكون فيها بنزين. طب هل تحقق شرط واحد بس من الاثنين كافي ان انا اروح المدرسه؟ كافي ان انا اطبع البرنت دي؟ ما تنفعش. لو رنيت كده مش هطبع لي حاجه. طب تعال نشيل اند ونحط الاور. بقول والله لو العربيه شغاله او الاتوبيس عدى من تحت بيتي هروح المدرسه. يبقى حدوث احد الشرطين كافي ان انا اروح المدرسه.
نفس الفكره هنا، حدوث احد الشرطين كافي ان انا اطبع جمله البرنت. فيجي يبص هل اكس اكبر من 4؟ مش هيبص اصلا على الشرط الثاني، مش هيبص اصلا على الشرط الثاني، هيرن على طول. طيب لو دي ما اتحققتش ودي اللي اتحققت، هيبص على الاولاني اول حاجه، ما اتحققش طالما في اور يروح يبص على على الكونديشن الثاني او الشرط الثاني، اتحقق تمام فيطبع لي اي ام ان لان الواي اكبر من 9. ده الفرق بين الاند والاور يا مالك. ايه؟ لو ما اتحققش هنا الاور او الاند لو الاثنين كونديشن ما اتحققوش مش هيشتغل. اخدت ديجيتال سيركت السنه اللي فاتت صح؟ سنه ثانيه. البوابات المنطقيه الاند والاور والنوت كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول لو انا عندي اكس وعندي واي، دي داخله بزيرو ودي داخله بزيرو على الدايره اللي اسمها اند، دي شكل الدايره اند خلاص. فهنا داخل زيرو وهنا داخل زيرو، طبيعي الاوت هنا يبقى ايه؟ زيرو. هيبقى زيرو. ليه؟ لان دي دايره اند لازم الاثنين مع بعض يكونوا واحد. لو دي واحد ودي زيرو برضه طالع ايه؟ زيرو. لو دي زيرو ودي واحد طالع زيرو. لو دي واحد ودي واحد يطلع واحد معاه في النهايه. صح؟ طيب تعالى في الاور، الاور شكلها عامل كده. لو دخل زيرو وزيرو هيطلع زيرو. لو دخل زيرو وواحد طالما واحد بس فيهم بواحد تطلع واحد عادي. لو دخل واحد وزيرو يطلع واحد. لو دخل واحد يطلع برضه واحد. طالما الاثنين كونديشن متحققين مفيش مشكله، انا على الاقل عندي كونديشن واحد صح يتنفذ. وصلت؟ ده الفرق بين الاند والاور حتى في الدوائر الكهربائيه والدوائر المنطقيه. طيب نرجع تاني نخش على حاجه اسمها الكونديشن ستيتمنت اتكلمنا عنها. اللي هي ايه؟ الاف والالس اف والالس صح؟ الاف كونديشن مثال لو قلت طلع لي لو الطالب ده جاي من 20 ل 50 هو كده ساقط، من 51 ل 75 كده هو جيد، من 75 ل 85 جيد جدا، من 85 ل 90 او من 85 لحد 100 كده ممتاز. تمام؟ دي كونديشنز بعملها بالاف والاف الس. تمام؟ مثال لو جيت هنا قلت له اف، خلينا نحط سكور مثلا، سكور بيساوي 25. اف ان السكور ده اكبر من ال 20 and سكور اصغر من اكبر من ال 20 والسكور اصغر من ال 50. مرحبا. صباح الشاي. صباح الشاي. حبيبي اتفضل يا شباب. مين غايب يا شباب؟ ليه كده؟ فانا عايز اقول له لو السكور اكبر من 20 والسكور اصغر من 50، او لو انا قلت ايه مثلا هو تحت ال 50 فهو صاير، بس انا خليني اقول ايه، هقول من 20 ل 50. تمام؟ لان اللي تحت ال 20 ده هخش حاجه اسمها اعاده مستوى او هخش حاجه اسمها اعاده تقييم. تمام؟ فهقول ان السكور اكبر من 20 والسكور اصغر من او يساوي 50. دي حاجه اسمها الكومباريزون اوبريشنز، اكبر من اصغر من اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي ايكوال نوت ايكوال، هنتكلم عنها برضه. تمام؟
وانس ان انا عملت هنا الكولون بتاعتي في حاجه اسمها اندنتيشن، اغلبكم كلكم ساقطين فيها، محدش بيعرف يعملها، اللي هي المسافه اللي المفروض باكد له وبقول له ان الكود ده تبع الاف كونديشن دي. خلاص؟ دي يا اما احط الكولون ده بالشكل ده وادوس انتر فهو ياخدها لي تلقائي، يا اما انا اعملها بالتاب، وبعد اذنك انت ما تعرفش تستخدم التاب فاعملها بالكولون، كولون وانتر بمنتهى البساطه. طيب فاقول له لو السكور هنا ما بين ال 20 ويساوي ال 50 كده، ال 50 معايا انكلودد صح؟ لكن ال 20 اكسكلودد، خلينا نقول ان هو اكبر من او يساوي برضه ال 20، يعني معنى كده ان هو لو 20 و50 وفي النص ما بينهم يعني او 20 او القيمه او 50 يعتبر ايه؟ هقول له برنت فيل. تعال نطلع بره الحيز بتاع الاف، انا حد مش هكتب الكلام ده جوه الاف، مش هكتب هنا else اف، لا غلط، اطلع بره حسب ما تحت الاف بالظبط، ماشي بمحاذاه للاف، اقول له ال اف اختصار else اف، ال اف ان السكور اكبر من 50 and سكور اصغر من او يساوي ال 75 برنت جود. ممكن احط else اف تاني؟ عادي ممكن احط else اف تاني مش مشكله. else اف ان السكور اكبر من 75 and سكور اصغر من او يساوي 85 فبرنت very good. هنا ممكن احط حاجه اقول له else اطبع excellent، او اقول له else if ان السكور اكبر من ال 85 print excellent. بس هنا في مشكله، احنا بنتكلم بقى في الهاندلنج بتاعت الداتا اللي داخله لي والاوبريشنز اللي بعملها. لو السكور من 100 وانا بقول له 110 120 130 يبقى انا لازم احط هنا كونديشن اقول له اف ان السكور اكبر من 85 اند سكور اصغر من او يساوي ال 100 else اقول له برنت wrong score. wrong score دي خلتنا نحل مشكلتين، لو هو دخل رقم اكبر من 100 ولو هو دخل كاركتر، دخل حرف او دخل سترينج. تمام؟ ما هو لو ما نفذش الكلام اكبر من او يساوي 20 اند دي بتخليه الشرط ده لوحده ما ينفعش. خلاص؟ طول ما انا لاحق الشرط بتاعي باند خلاص خلص الموضوع على كده. طيب تعال رن كده. قال لي فيل، ليه؟ انا مدخل كام؟ مدخل 25. طيب تعال ندخل هنا 60. طب علي جود. تعال ندخل هنا 100 او 75. قال لي جود. طيب ندخل 76. score is not defined. score كاتبينها غلط. سكور مكتوبه غلط. قال لي فيري جود. تمام. طيب لو قلت له 86 قول لي اكسلنت. لو قلت له 110 يقول لي رونج سكور. لو قلت له السكور عندي هنا هلو not support operand between string and number. هو ما قدرش ان هو يعمل اصلا comparison، ما قدرش ان هو يعمل. خلاص يبقى هو كده حل مشكله، بس ايه؟ مشكله الرينج بتاع الارقام اللي هو اكبر من 100. طيب مشكله بقى حته ايه؟ حته ان الرقم داخل لي سترنج بالشكل ده. لو قلت 55 هل هيقبل؟ قال لي برضه نص سبورت. فانا ممكن اعمل حاجه اسمها كاستنج. الكاستنج ده ان انا بحول القيمه اللي داخل السترنج لايه؟ لرقم.
بس مش كل القيم تنفع، لازم القيمه تكون قابله فعلا تتحول. يعني ده ممكن فعلا يتحول عادي مفيش اي مشكله، اتحول اهو وطبع لي جود عشان 55. طيب لكن لو دخلت له حاجه زي كده هيقول لي ايرور بيز 10، دي مش ديسيمال عشان احولها، بيز 10. خلاص؟ فانا بعمل ايه؟ اقول له تراي انك تحول السكور ده. لو حصل اي اكسبشن خلي السكور بزيرو او خلي السكور ب 25 عشان انا بهندل 25 او بهندل ال 20 صح؟ طيب تعال رن كده. طبع لي فين؟ ليه؟ دخل اول حاجه في التراي خلى السكور بيساوي انت للهلو. ليه في ايرور؟ دخل في الاكسبشن ما ضربش معايا البرنامج. لما دخل في الاكسبشن قلت له خلي السكور بكام؟ ب 25. طب طلع من الاكسبشن هنا ليه؟ ان بيقول له السكور لو هو اكبر من ال 20 واصغر من ال 50 خليه فين. ده حقق الشرط فطبع لي فين. طيب تعالى هنا نحط هنا 55 هيطبع لي ايه؟ ولا هيخش هنا يطبع لي السكور ب 25؟ طول ما حصلش ايرور مش هيخش في الاكسبشن. تمام؟ فاقول له هنا ران طبع لي جود. ده استخدام برضه حاجه اسمها هاندلنج الاكسبشن. طيب عارفين السويتش؟ يعني ايه سويتش؟ لا في البايثون بقى اسمها ايه؟ لا ما هي السويتش جواها كيس. في البايثون عندي اسمها ايه؟ في البايثون ما عنديش حاجه اسمها سويتش. السويتش باختصار ان انا عندي قيمه واحده بس ما ينفعش اعمل كومباريزون، بمعنى ما ينفعش اقول ان اكس اكبر من او تساوي كذا واصغر من او تساوي كذا زي ما بعمل في الاف. لا السويتش بقول في حاله ان الانبوت اللي داخل لي ده بخمسه او باربعه او بثلاثه او باثنين، او في حاله ان الانبوت اللي داخل لي ده ببلس او ماينس او ديفيجن او مالتبلاي. يعني ممكن اعمل بيها آلة حاسبه من غير ما استخدم الاف كونديشن. طب ليه استخدم حاجه استخدامها محدود وليميتد عن الاف كونديشن؟ لان السويتش اسرع من الاف كونديشن. خلاص؟ بس السويتش فيها مشكله ما اقدرش استخدم فيها الكومباريزون اوبريشن. يعني ايه كومباريزون اوبريشنز؟ لو قلنا هنا كده كومباريزون اوبريشنز، لو قلت اكبر من او يساوي، لو قلت اصغر من او يساوي، لو قلت ايكوال ايكوال، لو قلت نوت ايكوال، لو قلت الاور، لو قلت الاند، دي اسمها اللوجيكال اوبريشن. لوجيك اوبريشن اند والاور. تمام؟ لو قلت نوت، يعني ايه نوت؟ يعني عكس. فاكرين لما كنت بقول اف اكس لو كانت فيها قيمه كان بيطبع لي، لو كانت ترو كان بيطبع لي. لو قلت اف نوت اكس معناها ان الاكس يا بنل يا بفولس. يعني انا عندي الاثنين ممكن اشتغل على الاثنين عادي. لو انا قلت هنا لو قلت الاكس بتساوي فولس وقلت له اف اكس برنت هلو هيطبع حاجه؟ ليه؟ عشان الاكس قيمتها بفولس. طب لو قلت له هنا اف نوت اكس معناها ايه؟ معناها اعكس، معناها ان الاكس دي مش قيمه حقيقيه، معناها ان الاكس دي فولس او بنار. خلاص؟ طيب دي اسمها لوجيكال اوبريتورز. الحاجات دي ما اقدرش استخدمها مع السويتش. طيب نرجع للسؤال برضو، السويتش في البايثون اسمها ايه؟ اسمها ماتش. لو قلت هنا سكور او اوبريشن مثلا، خلينا نقول اوبريشنز او اوبريتور، اوبريتور تساوي بلس. الاوبريتور عندي العمليات اللي ممكن اعملها على الاله الحاسبه جمع ضرب طرح اسمه، صح؟ ايه تاني؟ خلينا في الاربعه دول، جمع ضرب طرح اسمه. هقول له ماتش الاوبريتور. كيس ان الاوبريتور ده بلس print summation operator. كيس ان
اللي داخل الاوبريتور ده ماينس، وهقول له برنت سبتراكشن اوبريتور. يبقى هنا الكيس بتاعتي بتاخد الاوبريتور اللي جاي ده الحالات اللي انا متوقعها تبقى ايه. انا متوقع ان الاوبريتور ده جاي بلس، جاي ماينس، جاي ديفيجن، او جاي مالتيبلاي. خلاص، ما اقدرش بقى اقول اكبر من او اصغر من او يساوي، مفيش الكلام ده خالص. هي كيس واحده بس، كيس الديفيجن، وهقول له برنت ديفيجن اوبريتور. كيس المالتيبليكيشن، وهقول له برنت مالتيبليكيشن اوبريتور. لازم يتحط الديفولت. طيب تعالى كده ننزل هنا. لا مش هحط ديفولت دلوقتي. نران، قال لي ايه؟ سبميشن. طب تعالى نشيل السبميشن ده ونحطها ماينس. قال لي سبتراكشن. طب تعالى نشيل السبتراكشن ده ونحط الديفيجن. قال لي ديفيجن. طب تعالى نشيل دي ونحط المالتيبليكيشن. قال لي مالتيبليكيشن. السؤال لو انا جيت حطيت له كده، ما طبعش حاجه، انا عايز بقى يطبع لي حاجه لو الكلام ده ما اشتغلش. نعمل ديفولت اعمله ازاي؟ تحت الكيس. تحت الكيس. مفيش حاجه اسمها ديفولت عندي. ممكن نعمل اف. لا، انا هنستخدم ماتش عشان اوفر استخدام الاف. لا، ما استخدمش الجوريزم على الالجوريزم، الالجوريزم نفسه بيديني حل. ما اروحش ادخل الالجوريزم تاني على الالجوريزم اللي انا شغال بيه. احنا عايزين نقول له لو اللي جالك ده مش هو. طيب بصوا بقى هنا، كيس اندرسكور برنت رونج اوبريتور. ايه اللي حصل؟ كيس اندرسكور طبع لي رونج اوبريتور. طيب تعال ندخل تاني هنا واحده منهم اساسيه. هدخل له مثلا المالتيبليكيشن. طبعا المالتيبليكيشن عادي. هدخل حاجه مش من ضمن الكيسز، طبعا دي رونج اوبريتور. طيب السؤال لو جيت عملت كده هيديني ايرور. ده كاركتر مش متعرف، هيديني ايرور. كم واحد بيقول هيديني ايرور؟ الفايل. كم واحد بيقول مش هيديني ايرور؟ الفايل. كهم عاد اللي قاعدين دول تبع دول ولا تبع دول، بتعملوا ايه؟ تاني اسال السؤال، العدد اللي هيرفع، العدد اللي مقابل ليه تاني يرفع ايده الناحيه الثانيه. كم واحد بيقول هيدي ايرور؟ كم واحد بيقول مش هيدي ايرور؟ اشتغل عادي من غير اي مشكله. كيس اي حاجه غير الكيس اللي انا مديها لك ادي فيها ايرور، بس لازم اديها لك ايه؟ ككاركتر مش او مش متعرف. بالنسبه له هو ايه كده؟ بالنسبه له انت بتعمل ايرور. بالنسبه له انا هخش في الكيس دي لما يحصل ايرور عندك معين. الايرور ايه هو؟ ان الكيس اللي انت بتدور عليها مش موجوده. فهخش هنا، فهنا احط اي كاركتر عادي، مش شرط الاندرسكور، بس هي ثابته بالاندرسكور. احنا مثبتينها كده بالاندرسكور كديفولت يعني. لكن ممكن احط اندرسكور، ممكن احط واي، ممكن احط اي حاجه، ممكن احطها، بس الافضل احطها كاندرسكور عشان اللي يجي يشتغل بعدك في الكود يبقى فاهم ان انت فاهم. خلاص؟ طيب دي كده اسمها الماتش. دي بديله للسويتش، ودي موجوده من اول بايثون 3.8 تقريبا، يعني 2.7 ما كانتش موجوده، 3.7 ما كانتش موجوده. عشان كده لازم فاهمين الفيرجنز بتاعت البايثون اللي بيضاف الجديد والحاجات دي كلها. طيب دي كده الكونديشن ستيتمنت اللي هي الاف ومين؟ الاف ومين؟ الاف والماتش. خلاص؟ طيب نيجي تاني لحاجه اسمها اللوبس. يعني ايه اللوبس؟ حاجه بتلف جوه حاجه ازاي؟ زي مثلا
هي حاجه بتلف، ما تقوليش حاجه بتلف جوه حاجه، هي حاجه بتلف. زي الفور لوب ممكن سبرينج او ممكن عنصر ماشي. والواي تكرار كود معين بناء على عدد مرات انا عارفه او انا مش عارفه. حلو، اللي انا عارفه بستخدم فيه ايه؟ واللي انا مش عارفه؟ طيب الهمس واللمز اللي عندكم ده انا ما بحبوش خالص وانا قاعد بشرح. عندي نوعين من اللوبس استخدمها، عندي الفور لوب وعندي الوايل لوب. في حاجه اسمها الدو وايل. ايه معنى الدو وايل؟ قول يا معتصم. الدوائر دي بستخدمها لما اكون عاوز الشرط اللي عاوز الكود يتحرك مره واحده وبعد كده برافو عليك يا معتصم، على الاقل محتاج ان الكود يتحقق مره واحده. طيب هل الدو وايل موجود عندي في البايثون؟ موجوده ازاي يا معتصم؟ لا مش موجوده الدو وايل عندي في البايثون. موجود عندي الوايل والفور بس، الدو وايل مش عندي ومش بستخدمها. طيب لكن ككونسبت الدو وايل معناها ايه؟ معناها ان انا عايز الكود بتاعي يتحقق على الاقل مره واحده. زي ايه مثلا؟ لو الجو مش حر انا هنزل، فانا بعتمد كونديشن ان الجو مش حر فانا هنزل، فابص للشباك قبل ما انزل لقيت ان الجو حر فما نزلتش، صح؟ كونديشن اتحقق. طيب العكس، انا نزلت وانا ماشي بقول الجو مش حر وانا عارف ان الجو مش حر، الجو مش حر فانا هرجع، انا مش هنزل. يبقى انا نزلت لكن بعد كده حققت ايه؟ الشرط فرجعت تاني. مثال تاني، لو قلت لك، عايز حد يديني مثال. بنات ملك اديني مثال. حاجه انا عايزها تتحقق على الاقل ولو مره واحده. خلينا نقول مثال زي ايه مثلا؟ ان انا عايز اخش الف على الطلاب كلها، تمام، على جدول الطلاب، تمام، واجيب منهم مثلا الاي دي بتاعهم، تمام، وحاطط كونديشن معين ان الجريد بتاع الطالب ده او الطلاب دول تكون اعلى من 50. لو انا عايز اجيب درجات، عايز اجيب بيانات الطلاب الاول قبل الكونديشن، فهعمل الدو وايل، فهيجيب لي كل بيانات الطلاب، بعد كده يتشيك على الكونديشن فيوقف. وصلت؟ مش فاهمينها. طيب لا ده كده شلل. طيب. الفكره كلها في الدو وايل ان انا عندي بلوك من الكود هنا عايز انفذه. في الوايل كنت بحط شرط من هنا، صح؟ لو الشرط اتحقق يخش في الكود ده، البلوك في الكود وينفذه. انما في الدو وايل بحط كونديشن هنا فينفذ السطر ده او السطور دي الاول وبعد كده يتشيك على الكونديشن. لو قلت له هنا برنت هلو، وعندي اكس بتساوي 5، لو قلت له الكونديشن ان الاكس اكبر من السبعه فالكونديشن مش هتتحقق، صح؟ بس انا مستخدمها هنا كدو وايل، فهيخش جوه الكود يطبع الاول كلمه هلو وبعد كده يروح يبص على الكونديشن اتحقق ولا لا، يبقى على الاقل هو نفذ الكود مره واحده. انما في الوايل عمر الكود ما هيتنفذ الا لو بيحقق الكونديشن. وصلت؟ طيب دي كده الدو وايل، وما عنديش اصلا في البايثون الدو وايل ومش بستخدمها. طيب ايه؟ نعلي درجة الحرارة موجودة عندكم؟
تعلي درجه الحراره يعني ايه؟ تخليه اعلى اسخن اكتر. تعالى اطلع كده اعكس الريشه وطلعها لفوق، عدوه كده. عدوه، خد فرصه واقف عليه وارفع الريشه لفوق. ثبتها لفوق، ارفعها فوق تاني، بس كده. بس. طيب تعال نستخدم الفور لوب والوايل لوب ونشوف الاستخدام بتاعها فين. لو قلت فور اي ان رينج من 0 ل 15، ايه معنى كلمة رينج؟ قول يا طارق. الرينج هو عدد من الارقام، يعني محصور ما بين عدد من الارقام. حاجه طيب لو انا عايز اعمل رينج من الارقام وانا مش هقعد اكتب بقى 1 2 3 4 5 والكلام ده، فانا عندي فانكشن اسمها رينج. الرينج دي بتعمل لي او بتعمل جنريت للارقام دي كلها. تمام. لما اقول له لكل عنصر فور اي ان رينج من 0 ل 15، ده طلع لي كام رقم؟ 15 رقم، بس من بدايه كام لكام؟ من 0 ل 14. فالزيرو عندي انكلود لكن 15 اكسكلود، يعني مش بعتبرها، يعني هنطلع من 0 ل 15. طب انا عايز من 1 ل 15، يبقى اقول له هنا من، لا ما اقولش من 0 بقى، اقول من 1 ل 16. تمام؟ طيب اقول له هنا برنت الاي، فطبع لي من 1 ل 15. طيب عايز اقول له اطبع لي او زود لي، اقول له الاي بلس يساوي 5. ايه معنى الاي بلس يساوي 5؟ على كل عنصر وانت بتلف زود لي عليه 5، بعد كده اعمل لي برنت لمين؟ للاي. فاول عنصر يبدا عندي ب5، اخر واحد يبدا عندي بكام؟ ب20. 15 زائد 5 20. طيب نفس فكره الفاكتوريال. عارفين الفاكتوريال؟ اللي هو المضروب. يعني ايه في الرياضه؟ لو قلت مضروب 5 هو بيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 يطلع ب 120. مضروب 10 بيساوي 10 في 9 في 8 في 7 في 6 لحد 1، صح؟ طيب لو انا عايز اعمل فانكشن تحسب لي الفاكتوريال او اعمل كود بيطلع لي فاكتوريال لرقم معين، خلينا نقول ان الان ده ان بيساوي 5. فانا المفروض الاوتبوت بتاعي يطلع كام؟ 120. تعال نشوف ازاي هوصل ال5 دي لل120. اول حاجه انا محتاج اقول ان ال5 مضروبه في 4 مضروبه في 3 مضروبه في 2 مضروبه في 1، صح؟ يبقى انا محتاج ان انا الف على الرقم بتاعي. مش شرط من فوق لتحت، ممكن من تحت لفوق، يعني 1 في 2 في 3 في 4 في 5، صح؟ ما الضرب عمليه ابداليه، لو قلت 5 في 4 هي 4 في 5، صح؟ طيب تعالى نعمل الكلام ده بالفور لوب. لو قلت فور اي ان رينج، الرينج بتاعي من كام؟ من 1، اكيد مش من 0، لان لو قلت 0 هضرب في 0 فالنسبه كلها هيبقى 0. فاقول له من 1 لحد كام؟ ان زائد 1. ليه؟ لان انا ممكن الان ده انا هاخدها كانبوت من اليوزر، فاقول له ان بلس 1. يعني ايه ان بلس 1؟ يعني خد الان اللي جايه لك دي وزود عليها 1 عشان يبقى من 1 لحد، انا الان دي او العدد اللي هو الاند ده بالنسبه لي اكسكلودد، مش هاخده. فانا عايز ايه؟ اعلى برقم عشان اخد الرقم اللي انا عايزه. لما اقول لك هنا 5 ما ينفعش تقول لي من 1 ل5، انا هاخد من 1 ل4، يبقى الحسبه بتاعتك ايه؟ باظت. ايه المحايد الضرب عندي؟ اعمل متغير فوق هنا اسمه توتال ويساوي 1. مش ده المحايد الضربي؟ طيب في كل اي هقول له التوتال مضروب يساوي الاي. ايه معنى الكلام اللي انا كتبته ده؟ تعال نمشي حته حته كده.
اقول له هنا بس بعد ما اطلع بره اقول له برنت التوتال ونرن ونشوف هتشتغل ولا لا. طلعت بكام؟ كده الكود بتاعي شغال صح. تعال نترجم الكلام اللي احنا كتبناه ده خطوه خطوه. وانا جيت هنا وقلت له التوتال بكام؟ بواحد صح؟ طيب اول لفه كان الاي بكام؟ واحد في واحد تطلع معايا بكام؟ واحد. حط لي الواحد ده فين؟ مع توتال مضروب يساوي الاي، دي معناها بالظبط كده كاني بقول توتال بيساوي التوتال مضروبه في كام؟ في الاي. فانا بختصر الكلام ده بايه؟ بمضروب يساوي. يبقى لو المتغير عندي هحط فيه القيمه الجديده هحطها في نفس المتغير اللي فيه القيمه القديمه، بعمل الشكل ده توتال مضروب يساوي بلس يساوي ماينس يساوي. طبعا انا عايز اغير القيمه في المتغير نفسه، تمام؟ عايز تكتبها بالشكل ده براحتك. الشكل ده مور بروفيشنال اكتر، يعني الشكل ده بتاع الناس اللي فاهمه اكتر تعرف تتعامل اكتر مع الاكواد، خلاص؟ او اللي فاهم الكونسيبت بشكل صح. طيب هسيب لكم الكومنت عشان ايه لو حد عايز يفتحها. نرجع تاني. اللفه الثانيه كانت الاي بكام؟ 2 مضروبه في التوتال، مش واحد، في التوتال اللي هو اصلا بكام دلوقتي؟ بواحد. طلعت بكام؟ حط لي في التوتال كام؟ يبقى كده التوتال في كام؟ تعال اللفه اللي بعديها. الاي بكام؟ 3. 3 مضروبه في التوتال اللي هو بكام؟ 2. تطلع بكام؟ 6. حط لي 6 في التوتال. يبقى التوتال فيه كام دلوقتي؟ انا هنا بقول له كل مره تضرب حط فين؟ في التوتال. طب اللفه اللي بعديها 4. 4 مضروبه في التوتال اللي هو بكام؟ 6 ب 24. حط لي في التوتال كام؟ يبقى التوتال فيه 24. اخر لفه 5 في 24 ب 120 ويوقف على كده. عايز اسال سؤال هو يعني كل ما بتحط تنحتك دي معناها ان انت كنت زيرو في الرياضه. هرجع لك واشرحها لك تاني. سؤال يا ساره. كل ما بيتحط رقم في التوتال يعني كاني بمسح القدام وبسجل الرقم الاخير ولا هو بيعمل عمليه حسابيه مع كل الارقام اللي تاني بص هنا، ركزي هنا، ركزي هنا. لو دي ملخبطاكم تعال اشرح لكم على جنب. لو قلت توتال بيساوي التوتال مضروب في واحد، قال لك في البايثون عشان تريح دماغك لو المتغير هو نفس المتغير انت بتعمل عليه عمليه، بتجمع عليه، بتطرح عليه، بتقسم منه، بتضرب فيه، بتعمل اي حاجه، حط نفس المتغير هو واحد بس، وخد الاوبريتور اللي انت بتعملها مع المتغير حطها قبل علامه اليساوي. حط علامه اليساوي وحط القيمه اللي انت بتعمل معها الاوبريشن دي، بتجمع، بتطرح، بتقسم. فلو قلت لك التوتال بيساوي التوتال مضروب في واحد هتقول لي التوتال مضروب يساوي واحد. لو قلت لك التوتال بيساوي التوتال ناقص واحد هتقول لي التوتال ماينس يساوي واحد. لو قلت لك التوتال بيساوي التوتال مضروب في 5 هتقول لي التوتال مضروب يساوي 5. يبقى تكتب المعادله بشكل عادي، بعد كده تاخد الاوبريتور تحطها قبل علامه اليساوي، يبقى تي مضروب يساوي او تي ماينس يساوي او تي ديفيجن يساوي. لو قلت مثلا التي الجديده بتساوي التي القديمه على 5، يبقى اقدر اختصرها لتي على يساوي 5 بالشكل ده. باختصار بس مش اكتر. كان مثلا مخزن انا بقول له يعني اول ما تلف في اللوب انزل له خزن فيه بالظبط كده. بس لازم طبعا اعرف المتغير بتاعي بره الفور لوب. ليه؟ لان في كل مره انا جيت انا قلت له توتال بيساوي واحد جوه الفور لوب، ففي كل لفه هيحط لي فيها واحد طلع نفس رقم 5.
ما عملش حاجه جديده، لكن لازم يبقى ايه؟ يبقى بره الفور لوب. ما اجرب باي رقم في الدنيا يشتغل معايا عادي. طب انا عندي سؤال. اتفضل. هو دلوقتي ليه وقف عند الخمسة لما انا اصلا كاتبه له ان زائد واحد يعني؟ حلو، سؤال حلو، سؤال حلو خالص. هو كده ايوه صح. مش انا قلت ان رقم الاندنج ده اكسكلود؟ يعني ايه اكسكلود؟ يعني مش معايا. بمعنى لو انا قلت له من 1 ل5 فهيلف من 1 ل4. طب المضروب عندي بيقول ايه؟ 1 في 2 في 3 في 4 في 5. طب الخمسه راحت فين؟ ما انت بتقول لي لف من 1 لحد 4 فزود واحد. فبقيت من 1 ل6. مش احنا قلنا ان السته دي اكسكلودد؟ فهيلف قبليها بواحد صح؟ يبقى يلف من 1 لكام؟ وده اللي انا عايزه، انه يلف من 1 ل5. وصلت؟ لا تاني. بصوا ركزوا معايا. for I in range من 1 ل5 هيطبع لي ايه؟ حلو، محدش يتكلم غير اهي. هيطبع لي كام؟ 1 ل4. طب هل ينفع ننفذ الكلام ده على مضروب؟ لو قلت له مضروب 5 هيجيب لي مضروب 4. لو قلت له مضروب 6 هيجيب لي مضروب 5. ما ينفعش صح؟ طيب تعالى هنا لو قلت 5 بلس 1 دي معناها ايه؟ من 1 ل6. طب هيلف لحد كام؟ 1 ل5. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز مضروب 5 فهقول له 1 كوما ال5 زائد 1. عايز مضروب 6 يبقى ال1 كوما 6 زائد 1. فانا هعوض عن ال5 دي وال6 والكلام ده كله بان، فبقول له ان بتساوي 7 مثلا. يبقى انا عايز مضروب 7 صح؟ يبقى المفروض الف من 1 لكام؟ 6. انا مش حاطه الزائد اول ما ثواني. لو انا عايز مضروب 7 الف من 1 لكام؟ مضروب 7. مضروب 7 بيساوي 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 صح؟ ايوه. طب الفور لوب دي الرينج اللي انا عامله ده من 1 لحد 7 هيلف لي لحد كام؟ 1 ل6. ما حققش الشرط اللي انا عايزه، انا عايز من 1 ل7. فبعمل ايه؟ ازود 1 صح؟ يبقى كام؟ يبقى من 1 ل8. يبقى نفس القصه اقول له هنا ان بلس 1. ايا كان الرقم اللي هيجي هنا زود لي عليه 1 عشان اقدر الف لحد عنده. لان الرينج اكسكلود مش انكلود. يعني ايه اكسكلود؟ يعني الرقم الاخير ده مش باخده معايا في الحسبه. لو جيت ارن كده يا سما من 1 لكام؟ يضرب لي بقى الواحد في 2 في 3 في 4 في 5 6 في 7. وصلت؟ تمام؟ طيب الايفن والاود بستخدم فيهم الفور لوب وبستخدم فيهم الكونديشن. تمام؟ لحظة واحدة. ايه؟ طيب لو انا جيت هنا وعايز اقول طلع لي كل الارقام الفرديه او كل الارقام الزوجيه. الارقام الزوجيه لها معادله بسيطه ان الرقم لو بقسمه على 2 الرقم لو بقسمه لو قلت مثلا تعالى ناخد مثلا رقم 6 على 2 3 وباقي القسمه 0. يعني ايه باقي القسمه 0؟ يعني مش 3 ونص، ففي باقي قسمه نص. لو قلت 5 على 2 في كسر صح؟ باخد الكسر ده 2 ونص، ففي باقي القسمه اللي هو كام؟ اللي هو النص ده. باقي القسمه بضربه في العدد اللي بقسم عليه، يعني باقي القسمه عندي 1 مش نص. تمام؟ بس المهم ان في فراكشن، في كسر. فانا بقول له لو اف ان الاي اللي داخله دي موديلس الاثنين ايكوال 0. ايه معنى الكلام ده؟ بقول له لو باقي خارج القسمه علامه الموديلس دي اللي هي علامه في المية اسمها موديلس، دي بتطلع باقي خارج القسمه. لو قلت له باقي خارج القسمه بزيرو ده كده زوجي. طيب ايلس فردي. طب لو عايز احجز الشرط ده عشان كله فاهم الشرط ده ما عدا الشرط الثاني،
اوكي الشرط الثاني لو مش بتساوي زيرو. ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك. لا انا عايز بقى، مش عايز اقول لا تساوي زيرو او تساوي زيرو. المفروض هنا لو طلعت معايا حسب الكلام اللي انا قلته، لو طلع معايا بقى القسمه بواحد يصبح زوجي ولا فردي؟ لو جيت انا هنا وقلت له اف ان الخمسه مودرس الاثنين ايكوال واحد برنت اود، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. يبقى مش شرط دايما اقول اف ان الاي مودرس الاثنين ايكوال زيرو اطلع الزوجي، طب اطلع الفردي. وصلت؟ فالكونديشن ده المفروض تبقوا انتوا عارفينه، مش زيرو. زيرو طلع لي الزوجي، واحد يطلع لي الفرد. طيب تعالى نعمل فور لوب تاخد ارقام من 1 لحد 20 وتطلع لي الارقام الزوجيه في ليست والفرديه في ليست. ركزوا معايا قوي في الحته دي. هعمل ليست اسمها ايفن فاضيه وليست اسمها اود برضه فاضيه. يعني كده اعمل ليست ما انا هعمل كده بس من غير ما اعمل ليست بقى، هقول له كده فور اي ان رينج من 1 لحد 21. عمل لي الليست طلعها لي يلف عليها خلاص. فور اي ان رينج من 1 ل 21 اف ان الاي مودرس الاثنين ايكوال 1 اود دوت ابند للاي else even دوت ابند للاي. بعد ما اطلع بره الفور لوب خالص اقول له برنت الايفن برنت الاود طبع لي 2 4 6 8 10 12 لحد 20 والاود طبع لي من 1 لحد 19. طيب شايفين السطر ده؟ انا ممكن اختصر الكلام ده كله في سطر واحد. قول. ممكن انا اضيف الستيب كمل احط الستيب هنا وانا هضيف على الارقام الفرديه، فانا هطبع الاي والايفن هطبع الاي ماينس 1 او زائد 1. يبقى ايه؟ لو 1 زائد 2 اي زائد 1 وهكذا، يعني 3 زائد 1 الحل بتاعك صح بس لو بدأ من الصفر ما ينفعش. في حاجه اسمها ليست كومبريهنشن، سمعت عنها؟ ليست كومبريهنشن. يعني ايه ليست كومبريهنشن؟ بصوا هنا كده، لو انا جيت وقلت له الايفنز بيساوي ليست فاضيه اكس فور اكس ان رينج من 1 ل 21 اف ان الاكس مودولس الاثنين ايكوال 0. ايه معنى الكلام ده؟ اكس فور اكس ان رينج 1 ل 21 اف الاكس مودولس الاثنين ايكوال 0. انا اختصرت كل الكلام اللي انا كتبته فوق خاص بالايفن في سطر واحد بس. اعمل لي ليست فيها الاكس حيث الاكس دي في الرينج من 1 ل 21، يعني من 1 ل 20 اف ان الاكس مودولس الاثنين ايكوال 0. تعال نرن كده واقول له اطبع لي الايفنز، طبع لي من 4 لحد 20 في سطر واحد بس. طب تعال نعملها للاود نفس الفكره. هاخد السطر ده كوبي واقول له هنا اود هنا اود واقول له هنا مودولس الاثنين ايكوال 1 او مودولس الاثنين نوت ايكوال 0. هي بس ممكن اخليها هنا 1 واقول له اطبع لي الاود، طبع لي من 1 ل 19 بالشكل ده. يصوره اللي عايز يصور. اسمها ليست كومبريهنشن، ودي انا بستخدمها كتير في كودي. انا قاعد بشتغل جانجو بقالي 8 سنين او 9 سنين، فشغلي كله اللي بكتبه بالشكل ده بالليست كومبريهنشن. ليه؟ لان انا ببقى محتاج ان انا اوصل لمتغيرات داخل حاجات معينه. مثال، لو انا جيت دلوقتي وقلت لك عندي جدول اسمه ستودنتس، تمام؟ الستودنتس ده هيبقى فيه الاي دي
اس تي دي 1 2 3 في النيم علي، في الايدج 17. تمام؟ ده الستودنت دي عباره عن ليست اوف ديكشنري. تمام؟ كوما تاني هنا واخد نفس الكلام ده كوبي واقول له ستودنت التاني 1 2 4 ساره 18 مثلا، كوما اس تي دي 5 عبده 18 مثلا. تمام؟ فانا كده عندي 3 ستودنت متخزنين عندي، صح؟ عبده وساره وعلي، كل واحد فيهم ليه اي دي، ليه نيم وليه ايج، صح؟ طيب لو انا جيت رنيت دي دلوقتي كده وقلت له ستودنت اوف الزيرو، هيطبع لي اول ديكشنري عندي اللي هو علي، صح؟ ما هي ليست اوف ديكشنري، الليست وصل لها بالاندكس، صح؟ وقلنا الليست بنحط فيها اي قيم، سواء ليست ديكشنري انتجر فلوت بوليان، اي حاجه ممكن احطها جوه الليست. اجي هنا واروح اقول له ايه؟ هات لي الايديهات، الاي ديز معناها هات لي كل الايديهات بتاعت الستودنت. انا قلت لك دلوقتي عايز اجمع كل الايديهات بتاعت الطلبه اللي عندي، اجمعها ازاي؟ ليست اوف ديكشنري، مش ديكشنري واحد بس. قول. هنعمل فور لوب على الاندكس الاول، وبعد كده نعمل ونثبت الاندكس الثاني. برضه بالليست كومبريهنشن بمنتهى البساطه ممكن اقول له كده الاي ديز عباره عن ليست الاكس دوت او الاكس اوف الاي دي فور اكس ان ستودنتس، بس كده. ستودنتس تبقى صح. لو قلت له هنا الاي ديز طلع لي الاي ديز بتاعتي 1 2 3 1 2 4 1 2 5 سطر بس بالليست كومبريهنشن. اللي انا عملته قلت له الاكس اللي بلف عليها دي عباره عن ايه؟ ديكشنري، صح؟ هي ليست اوف ديكشنري، فانا بقول له عشان اوصل لاي قيمه داخل الديكشنري بوصله بالشكل ده، صح ولا غلط؟ بديله الكي بتاعها. يعني انا قلت له هنا students 0 اوف الاي دي، هيطبع لي الاي دي بتاعه بس، صح؟ فهي عشان اوصل لعنصر بوصل بالكي بتاعه، فانا بقول له اكس اوف الاي دي فور اكس ان ستودنتس. روح هات القيمه اللي جوه الاي دي اللي داخل الاكس. طب مين الاكس ده؟ بقول له الاكس هو اي قيمه داخل الستودنتس، كل القيم داخل الستودنتس يلف عليها واحده واحده واحده. لو انا عملت اكس دوت فاليوز اكس دوت فاليوز، اكس دوت فاليوز يا حبيبي هيرجع لك كل القيم مش الاي دي بس. يعني لو قلت له هنا اكس دوت الفاليوز رجع لك كل القيم. انت عايز تعمل كده ليه اصلا؟ انا عايز الاي دي بس ورجعها لك كديكشنري فاليو ديكت فاليو. انا مش عايز كده، لا انا عايز الاي دي بتاع اليوزر. نفس الفكره لو قلت له انا عايز النيم، لو قلت له هنا النيم طبع لي علي ساره عبد. وصلت؟ قول. انا قلت في البدايه خالص، قلت انا هلف في الاندكس الاول واثبت الاندكس الثاني. يعني ايه الف بالاندكس الاول واكسب بالاندكس الثاني؟ يعني ايه اندكس اصلا؟ انا ما عنديش في الديكشنري حاجه اسمها اندكس، عندي حاجه اسمها كي. فانا هلف عليهم بفور لوب عشان هم ليست. حلو. ايه الاندكس اللي انا هثبته؟ ما عنديش اندكس اثبته، انا عندي كي اسمه اي دي، ده اللي انا عايزه. فاهم ازاي؟ وانا عايز انا بالليست كومبريهنشن مش بالفور لوب العاديه. ماشي. هو هتمشي بالاندكس في الليست في الليست اوف ديكشنري، ماشي. تمام. وبعد كده تحدد الكي بتاعك.
حدد القيمه ايه. بقى انت عايز تعمل كده for x in students print الاكس اوف الاي دي، صح؟ ما انت عايز تعمل ايه؟ ما هو ده الصح. ده الصح اللي انت عايز تعمله. انت عايز تعمل ايه تاني؟ انا عاوز اعملها في الليست كومبريهنشن ما تتعملش غير بالشكل ده. ما ينفعش تقول لي ان انا اعمل لوب والف في اندكس ثبت اندكس. هي الليست كومبريهنشن بالشكل ده. هتعمل اي شكل غير ده مش ليست كومبريهنشن. وصلت؟ دي صح ودي صح، لكن دي انا ما خزنتش في ليست، فانا هعمل متغير تاني اسمه ليست او اي ديز وهخزن فيه واعمل ابند. شوف انا عملت كام سطر؟ يعني الطبيعي ان انا هاجي هنا وهقول له هنا اي ديز، هخليها بره فور لوب، وبدل ما اقول له برنت هقول له الاي ديز دوت ابند للاكس اوف الاي دي، وبعد ما خلص اقول له برنت للاي ديز. تطلع معايا بالشكل ده. شوف انا عملت كام سطر؟ 1 2 3 4 سطرهم كلهم سطر واحد بالليست كومبريهنشن. ادي الفكره. وضحت؟ فاهمين؟ خدوا بريك 5 دقايق ونرجع نكمل.